السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل ما ابتدي الفيديو اشتركوا في قناتي عشان الصغيرة تكبر بيكم. ولو انت اول مرة تشوفيني انا دينا ريان، احب ان انتوا تشتركوا في قناتي بجد هتستفادوا منها كويس جدا جدا. بعمل ميزانية اقتصادية وافكار للتوفير وكمان روتينات مشجعة جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. النهارده بقى عندنا عزومة ان شاء الله تطلع من الفيديو انت مستفادة منها حتى لو 1%. قبل ما تعملي اي حاجه بقى كده لايك كده عشان ينور الفيديو بتاعي وينور القناه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجه في العزومه لازم تكوني طبعا انت عارفه هتعملي ايه. ده اول حاجه قبلها على الاقل بكام يوم. ليه بقى؟ هيفرق معاكي طبعا. حتى لو نزلتي السوق جبتي حاجه في حاجه كده مش هتنسي حاجه خالص، وتيجي في نص وانت بتعملي الاكل تقولي يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت جبت. وهتنزلي وتحتسي خالص وتقولي انا عايزه اجيب حاجات تانية. فاللهم صل على سيدنا محمد. انا كنت مقرره ان انا هجيب طبعا حاجات محشي. كنت عم محتاسه بقى، عماله اقول اجيب فلفل وكوسه وبتنجان ولا اجيب كرنب. بصراحه الكرنب كان ليه وحشه كده لانه من ساعه ما طلع ما عملناهوش. وانا كنت بعمل المتفرز اللي عندي فقلت لا نجيب طازه كده. وجايبه حته كرنب اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس. هوريكم برضو كل حاجه دلوقتي. يلا بينا بس نشوف التتبيله اللي نعملها النهارده مع بعض للفراخ. هعمل تتبيله ان شاء الله تعجبكم جدا جدا لو جربتوها. جميله جدا جدا بمعنى الكلمه. عبارة عن ايه؟ بصوا، هي تتبيلة المشاوي عامة يعني. جبت بصلتين كبار كده ضربتهم في الكبة مع طماطميتين كده او طماطمية كبيرة. ومعاها قرنين فلفل حباها سبايسي بقى، احط قرن حراق. تمام كده، او اللي هو الحراق الاحمر اللي طالع اللي هو بتاع الهريسة ده. هيوديلك المحشي في حتة تانية ويبقى نار نار نار. فبلاش منه احسن. فتمام كده، وهبدأ بقى انزل بالخليط بتاعي كله في طبق واسع كده عشان تكفي الفراخ بتاعتك. وبعد كده احط التوابل بتاعتي عبارة عن مرقة دجاج، ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، 7 بهارات. حابة بقى حبشتكنات كده زيادة يعني. الحاجات اللي انت حباها زيادة حطيها، بس دي الاساسيات: ملح، فلفل اسمر، وكمون، وكزبرة. وحطيت مرقة دجاج كده دي اداها نكهة حلوة. ومعلقة خل كده او معلقتين خل كبار. تمام كده. الفراخ بتاعتي غسلاها ومخليها زي الفل، مفيهاش اي حاجه، وسبتها تتصفى كده حبه حلوين عشان ما يبقاش فيها اي ميه عشان الزفاره وكده طبعا. بس مهما غسلتي طبعا بتنزل ميه حمراء او الدم بتاعها. فبلاش منها خالص، احنا نصفيها كويس جدا ونتلاشى خالص موضوع الميه اللي تبقى فيها دي. وبعد كده هبدا كده انغزها بالسكينه من تحت الجلد عشان ابدا ان انا اعمل لها فتحات كده، فالبصل يبقى في كل حته او التتبيله بتاعتي تبقى في كل حته. وتبقى لها طعم كده في اللحمه بتاعه الفراخ. تحفة جدا. عايزة اقول لكم انا عاملة التتبيلة دي قبل العزومة بيومين. والله يا جماعة بيومين. ما تقلقيش، احنا في الشتاء مش هيحصل لها اي حاجة. بس انت حاولي ان انت تغطيها كويس في التلاجة عشان ما تكرف يعني ريحة البصل والحاجات دي ما تكرفش على حاجة في التلاجة. فاهمين قصدي؟ لو عندك علبة محكمة الغلق تمام. بس بصراحة ما شاء الله شوف الفراخ كانت كبيرة. فروحت انا حطيتها في طبق واسع كده وغطيتها بطبق من فوق الوش. وسبتها كده يومين. تاني يوم بقى قلت اسلق الكرنب. بصوا بقى انا مرتبه اموري ازاي. وقطعت الخضره وظبطت الدنيا. وتاني يوم بقى اللي هو يعني اليوم اللي كان فيه العزومه ده كان جاهز، بس ايه ان انا اسوي المحشي بس. والفراخ طبعا سلقتها الصبح. وكان بصوا يعني الاكل كان جاهز، بس على ايه؟ ان انا اسقي المحشي واسيبه يستوي. فترتيب كده بيريح كتير جدا جدا. وبرضه تبقي عارفه تقعدي مع ضيوفك، عارفه تتكلمي معاهم، مش طول اليوم قاعده في المطبخ وسايباهم بره. فاهمين ازاي؟ فالموضوع بصراحه محتاج ترتيب. انت لو رتبتي بس امورك وعرفتي ايه اللي هتجيبيه وايه اللي هتظبطيه قبل ما هم يجوا، إيه يعني رتبي امورك 1 2 3 4 كده، تبقي ايه ماشيه صح كده وماشيه مرتاحه. مش يبقى كل طول اليوم متكربس بقى عماله تعملي في اكل وتحشي وتسوي وتسلقي فراخ وبتاع. خلاص اليوم طار. اليوم اصلا سبحانك يا رب مبقاش فيه ورقه خالص. اليوم بقى يخلص بطريقه الظهر بعيدا ورا العصر المغرب العشاء خلاص. اليوم عدى في ثواني. بصراحه الحله الكبيره دي مش بتاعتي. كنت ما عنديش حله كبيره قوي تاخد الكرنبايه. ما شاء الله الحله الكبيره دي كمان اللي هي مش بتاعتي كمان ما كفتش الكرنبايه. فاضطريت ان انا اقسمها اتنين عشان ان انا ابدا انجز. بصراحه انا ذات نفسي يعني لما باجي اسلق كرنب بورقه يعني بفكه كده ورق ورق كده بسلق ورقه ورقه. فلقيتها ما شاء الله كده مش نافع معايا الموضوع، هنقعد طول اليوم نسلق في الكرنبه. فقلت لا، نقسمها على اتنين وابدا كده ايه نص نص كده. هبدا ان انا اسلق. ببدأ بقى احط في المية بتاعة السلق بتاعتي كمون وملح. تمام كده. الكمون عايزه اقول لكم حطي معلقه كبيره كده، بصراحه مش مخليه اي ريحه في الشقه انك بتسلقي كرنب. طبعا احنا كنا عارفين ريحه الكرنب لما بتتسلق بتبقى طبعا يعني بتبقى عامله ريحه الشقه شويه. بس بصراحه الكمون بيضيع الريحه دي خالص بمعنى الكلمه.
اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما سلقت بقى الكميه كلها، طبعا ما سلقتهاش كلها معاكم عشان برضو ما اطولش عليكم الفيديو. بدات كده ان انا اسلق الكرنبايه كده على نصين، وبعد كده بطلعها على ميه من الحنفيه اللي احط طبعا غسلاه ومظبطاه وكل حاجه ما فيهوش اي حاجه. وبعد كده حطيت الكرنب بتاعي وبدات افتح عليه الحنفيه عشان طبعا السخونيه بتاعته تهدى خالص ويوقف السوا بتاعه، لان طول ما وهو سخن سواه بيكمل. فانت طول ما بتوقفي سخونيته بالميه من الحنفيه كده خلاص بيظبط معاك على كده. انا برضو مش سلقاه قوي عشان برضو كذا مره اسلقه جامد باجي احشيه بلاقيه مهري. فالمره دي لا، ظبطت الدنيا الحمد لله، ظبطت الاداء. عشان الناس اللي هتاكل دي الف هنا وشفا، يبقى ايه الدنيا تمام. بصوا بوريكم الورقه ماسكه نفسها، مش مهريه قوي مش مستويه قوي، لا ظابطه استوى المره دي الحمد لله. والتقطيع بقى على البلانش عايزه اقول لكم بيفرق جامد جدا جدا عما تعمليه على ايدك. بجد بيفرق في الوقت، بيفرق في المجهود، بيطلع معاكي الورقه مساويه مع اللي جنبها. تمام كده بيبقى بصوا الورق متساوي وطالع معاكي حلو، ومش طالع معاكي حته كبيره وحته صغيره. يلا بينا بقى نشوف التخديعه بتاعتنا او التسبيكه بتاعتنا. اليوم ده بقى اللي هو بالليل بقى قلت بقى اسبك وبقى ايه مجهزه كل حاجه. تاني يوم بقى بتاع العزومه الصبح بدري رحت خلصت حاجتي وحشيت وخليت الدنيا تمام التمام. تمام كده زي ما انتم شايفين. قلت بعمل تخديعه، طبعا عملت بقى شويه بصل كده حلوين فرمته في الكبه. بحب بصراحه اللي هو البصل بتاع المحشي يتضرب في الكبه بيبقى ناعم كده، وبصراحه بيبقى ايه احلى كتير لما اكوني مقطعه. انا من الناس اللي ما اعرفش اقطع البصل صغير، فبالتالي بيبقى كبير وشكله مش حلو وباين في الاكل. فاحسن الكبه لو انت زي يعني متعرفيش تقطعيه صغير. تمام كده. عندي هريسه شطه كنت عاملاها معاكو لما عملت مخلل الخيار والفلفل، فبصراحه عندي بقيتها في التلاجة كده، قلت كده اما احط معلقه تديني نكهه. كانت مديه ايه يعني حرقان سكه بسيطه خالص في الاكل، بس كان طعمها حلو قوي. انا برضو ما رضيتش ازود عشان الاطفال اللي هتاكل معانا يعني. زي ما انتم شايفين بصوا ادت لون حلو ازاي للصلصه. وكمان بقى بتحطي بقى تركايه كده، يعني معلقه كزبره ناشفه مع البصله تتشوح كده معاها، هي لو على الريحه بتبقى تحفه. وبعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي. الصلصه بتاعتي اصلا كنت مسبكاها على البوتاجاز او سلقاها زي ما اكني هسبكها بالظبط واشيلها. ما شاء الله كنت جايبه 3 كيلو ب10 من ساعتها والطماطم غلي. الحمد لله جبت 3 كيلو. قلت اعمل بهم المحشي وشلت منهم ما شاء الله كمان. فالمهم كده رحت حطيتهم في بعد ما البصله دبلت كده بدات ان انا انزل بالصلصه بتاعتي الكميه بتاعتي كلها. حطيت عليها معلقه بابريكا كده محترمه، قلت عشان تديها لون حلو. المحشي الكرنب بالذات بيبقى محتاج ان الصلصه تبقى حمرا جدا، بجد بتفرق. وانزلي بقى بكزبره، انزلي بملح بمرق الدجاج. بصوا انا عارفه ان هي مش صحيه خالص المرق الدجاج، بس انا بحبها في كل الاكل في كل حاجه والله العظيم، بس تحفه بحبها يعني. الواحد يحاول ان هو يبطلها بس لا الواحد اتعود عليها. تمام كده. هنا بقول لكم بصوا طالما الزيت كده بقى على الوش تبدا تعرفوا كده ان هي بدات تتسبك معاكي. بس انا هسيبها شويه كمان. وبعد كده عقبال ما اشوف الخضره بتاعتي. الخضره طبعا منضفاها ومش شايله منها اي حاجه وحشه وغسلاها ومنشفاها طبعا صحيا. يعني انا سمعت على النت ان صحيا انك تغسلي الخضره وهي بحالها. انا من الناس اللي كنت بصراحه بعد ما بقطعها بغسلها، يعني بنضفها وكل حاجه وتبقى تمام، بعد كده بقطعها وبعد كده بغسلها في مصفى. فلا سمعت ان صحيا ان هي تتغسل وهي بحالها الاول، وبعد كده بعد ما تنشف بفوطه نظيفه كده تنشفيها وبعد كده تقطعيها عشان ما تفقدش قيمتها الغذائيه. لان انت بعد ما تقطعيها تغسليها لا، اغسلي الاول وبعد كده بعد ما تنشف كويس جدا وتنشفيها بالفوطه كويس جدا ابداي ان انت خرطيها بقى. بصوا انا قطعتها على قد ما اقدر صغير. بس بتطلع برضو معايا كبيره مش عارفه ليه. كنت جايبه ما شاء الله 3 حزم خضره، كزبره وبقدونس وشبت. فكتير ما شاء الله احنا منحبش برضو الخضرة كتير في المحشي. فروحت هشيل منها كيسين كده اللي افرزهم في الفريزر، والباقي ايه هستعمله للمحشي النهارده. والصلصه بس برضو ما شاء الله طلعت معايا كتير، انا بشيل منها وما الاقي اللي انا محتاجه منها تاني بحط. احسن ما تطلع معايا الصلصه كتير وتبقى محتاجه رز واحتاس بالرز ده اوديه فين. بعمل ازاي. هنا بقى بحط بقيه التوابل بتاعتي، لان انا كنت الاول حطيت ملح وكزبره بس. هنا بقى هنزل بشويه فلفل اسمر وكزبره. بصوا المحشي بيحب الكزبره الناشفه جدا زي ما بيحب الكزبره الخضراء، برضو زودي في الكزبره الناشفه بيدي طبعا نكهه حلوه قوي. والقرفه الناعمه في المحشي تحفه. انا على فكره من الناس اللي عشيقه للقرفه، بس مش اي اكل بيتحط فيه قرفه. عشان اعرف ناس هم اكيد بيتفرجوا عليا دلوقتي ان هم بيحطوا في الكشري قرفه، دي جديده دي. هم عارفين الناس دي عارفين نفسهم. تمام كده. وبعد كده حطيت جنزبيل، برضو جنزبيل حلو قوي في المحشي. ما بحطش كتير، هو حاجه كده بسيطه بس ايه تنكه لي الحاجه.
في ناس بتحب النعناع الناشف، انا ما بفضلش ان انا اعمله عندي بنعناع، لان اصلا ما بحبش النعناع الناشف، يعني انا احب النعناع الاخضر ما بحبش الناشف. بحب بقى اعمل المحشي عامه، التسبيكه بتاعته على النار يعني. بعد ما التسبيكه خلاص تستوي بنزل بالرز، وكل ده النار شغاله على نار هاديه خالص. ببدا احط الرز، وبعد ما اديله تشويحه كده حلوه في الصلصه مع الرز، ابدا انزل بالخضره بتاعتي. بحب كده ايه انشف الرز شويه على النار، وبعد كده اطفي النار بقى، اسيبه يهدى، وبعد كده احشي الحاجه بتاعتي. حطيت واحده مرقه دجاج كده، تديله نكهه كده بسيطه وحلوه. وبعد كده اسيبها بقى يعني تشويحه كده محترمه، وبعد كده هنزل بالخضره بتاعتي وهطفي النار. ما بحبش بقى احط الخضره وابدا اشوح برضو فيها تاني، لا، عشان برضو الخضره لونها ما تطفيش، لا، يبقى لونها حلو كده وفاتح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاحنا اتفقنا كده مع بعض ان احنا نرتب امورنا، بالذات لما بتيجي تعملي نرتب امورنا. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تيجي يبقى عندك عزومه، تبقى عارفه طبعا اول حاجه انت تعملي اكل ايه. تاني حاجه تبقي عارفه طبعا مرتبه امورك، هنزل النهارده اجيب كذا، بكره هجيب كذا، تبقي مرتبه حاجتك هتبقى ماشيه ازاي. قبلها بكام يوم تكوني مجهزه الحاجه وجايباها من تحت. وكمان ان انت تبداي ان انت تعملي حاجه حاجه في حاجه كده، لحد ما يجي يوم العزومه تكوني مخلصه كل اكلك ومشطباه ومجهزاه على السوا على طول، عشان تعرفي تقعدي مع ضيوفك وتجهزي حالك. ما تبقيش قاعده طول اليوم في المطبخ وهم قاعدين معاكي في المطبخ، هم مش هيسيبوكي لوحدك يعني. فالموضوع بيبقى رخم بصراحه. تبقي قاعده براحتك، تبقي عارفه تقدمي لهم ايه، تبقى عارفه قاعده معاهم ازاي. بصراحه اليوم ده بقى كان خلاص جبت اخري فقلت كنت خلاص تعبت والله، قلت لا انا هقعد في الصاله، فرشت في الارض كده. اولادي كانوا في الدرس الصراحه، فده كان مريحني ان انا اعرف احشي الحاجه بتاعتي براحتي طول ما هما موجودين. طبعا ما اعرفش اعمل الكلام ده، بحشي وانا واقفه في المطبخ. فالمهم رحت ايه شغلت كده الشيف علاء الشربيني، واتفرجت عليه كده، وقعدت ان انا احشي المحشي بتاعي. كنت عامله ورق عنب، كانت بنتي طالباه بصراحه، وكنت عامله الورق الكرنب، بصراحه كان تحفه. الف هنا وشفا للي كل. والحله الزياده دي طلعت معانا كده على جنب، سبتها قلت ايه هتحتاجها اكيد. زي ما انتم شايفين كده بقى، ده يوم العزومه لما كنت بسوي المحشي. بصوا الجمال، ريحه الشوربه كانت يعني تحفه تحفه يعني. طبعا طول ما الشوربه طالعه معاكي حلوه، هيطلع المحشي طبعا مظبوط تمام كده. فكنت مجهزه كل حاجه. السوا ده بقى كان يوم العزومه على طول. وبس كده، وبدات ان انا اجهز الاكل، والفراخ حمرتها في نقطه زيت كده، شوحتها زي تشويحه كده. ما رضيتش اعملها بيض وبقسماط او اعملها في الفرن، لا، حبيت كده حاجه خفيفه. والشوربه بتاعتي كانت جميله جدا، فحبيت حطيت لهم كده في اطباق. الف هنا وشوف اللي كان. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو 1%. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.